الصحافة وحقوق الإنسان تجليات الامتداد والتكامل هو الموضوع الذي اختاره زميلنا الصديق الأستاذ حسن هرماس، واحد ممن خبر دروب وأزقة مراكش لسنوات كممارس للإعلام في هذه المدينة في إطار وكالة المغرب العربي للأنباء. تحمل عناء السفر لأنه يعشق هذه المدينة وله حب خاص أيضا لكل زملائه وأصدقائه ممن ربط معهم علاقات عمل وعلاقة ود وحب أيضا. تفضل أستاذ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم. شكرا زميلي وصديقي سي محمد المبارك المسعودي، كنت صادقا في تقديمك، وأنا أبادلك وأبادل القاعة نفس الصدق ونفس الحب. أنا أيضا سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول وهو أنه أتاح لي الفرصة كما قلت لتجديد الصلة مع نخبة من الزملاء الذين تقاسمت معهم أيام وساعات طوال من العمل امتدت إلى سويعات متأخرة من الليل في عدد من المواقع التي كانت ولا زالت تحتضن الحدث الثقافي والسياسي والنقابي والحزبي والحقوقي في هذه المدينة. أذكر على سبيل المثال ولا الحصر قصر المؤتمرات، دار الباشا، كثيرة، متحف مراكش، مرسم مراكش، دار بلارج إلى آخره. كل هذه الفضاءات لا زال لها مكانة خاصة في قلبي رغم أنني غادرت المدينة منذ سنة 2004، ولكن بقيت صلتي بها قوية ومتجذرة، فلا زلت أتتبع الشأن الثقافي والسياسي والحقوقي والشأن المحلي في هذه المدينة لحد الساعة. الاعتبار الثاني وهو أن هذا اللقاء أتاح لي أيضا فرصة لتجديد صلة الرحم مع الأسرة الحقوقية في هذه المدينة من خلال شخصية الشخص المكرم الأستاذ المحامي النزيه الأستاذ عبد الصمد الطعارجي، ومن خلال كذلك الناشط الحقوقي الأستاذ أحمد أبدارين الذي هو مدرسة حقوقية قائمة الذات، هذا شيء لا غبار عليه. الاعتبار الثالث وهو تجديد الصلة كذلك مع الأسرة المثقفة والأدباء ورجالة الفكر في هذه المدينة من خلال شخصية الصديق والزميل سي محمد السقلي الذي سنفتخر جميعا بتكريمه. الاعتبار الرابع والأخير وهو أن هذه الفرصة أتاحت لي فرصة أيضا لأتواصل مع الصحفيين الشباب الذين يحضرون معنا في هذه القاعة، وأبيح لنفسي بعد إيديكم طبعا أن أتقدم لهم بنصيحة بين مزدوجتين وهم مقبلون على مهنة المتاعب. وإنجاز التعبير هذه النصيحة ألخصها في كلمتين اثنتان، وهما كلمتان كما يقال خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان. لكن أي ميزان؟ ميزان الضمير وميزان النزاهة. الكلمة الأولى وهي الإغراء. حصنوا أنفسكم وحصنوا أنفسكن من الإغراءات بجميع أنواعها، الإغراءات المالية، الإغراءات المادية، كل هذه الإغراءات ستزول لكنها تكتب للصحفي في صحيفته وتبقى تلاحقه حتى بعد مغادرة هذه الدنيا. حصنوا أنفسكم وأنفسكن من الإغراءات بمختلف أشكالها. الكلمة الثانية الخفيفة على اللسان والثقيلة في الميزان إلى جانب الإغراء وهي الغرور. فرأس مال الصحفي هو القلم أو الكلافي، وهو الأفكار، المعلومات التي ينتجها. هذه المعلومات، هذه الأفكار التي ينتجها الصحفي ترفع مقامه وتعطيه وضعا اعتباريا في المجتمع.
وهذا الوضع الاعتباري قد يدفعه إلى الغرور وقد ينزلق، وإذا انزلق فقد ضرب كل شيء في الصفر. أتحدث إليكم من موقع الممارس لمدة 35 سنة تقلبت فيها في الصحافة السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة، الإعلام المؤسساتي، صحافة الوكالة، الصحافة الإلكترونية، ولا زلت أعتبر نفسي أنني أتعلم. خذوا بهذه النصيحة فلن تندموا عليها، أو على الأقل إن لم يكن التعلم وهو تطوير المهارات وتطوير الإمكانيات المهنية. أغلق هذا القوس وأعود إلى موضوع المداخلة الذي هو الصحافة وحقوق الإنسان، تجليات الامتداد والتكامل. فكلما أثير موضوع الحديث عن الصحافة، إلا خاصة في الأوساط المثقفة وحتى في غيرها من الأوساط غير المصنفة في هذا الإطار، إلا وأثير موضوع حقوق الإنسان، وكذلك العكس، كلما أثير موضوع حقوق الإنسان إلا وجر إلى الحديث عن الصحافة. ومرد هذا التلازم يعود إلى العلاقة القوية التي تجمع الصحافة بحقوق الإنسان، إذ أن هناك ترابط وتكامل وامتدادات متبادلة بين مكوني هذه المعادلة. وفي بلدنا المغرب ظهر بجلاء منذ السنوات الأولى لحصول المغرب على استقلاله حين صدر ظاهر الحريات العامة، ظاهر 15 نوفمبر 1958، وهو الظاهر الذي نظم وأطر ممارسة المغاربة لمختلف الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بعدما عانى المغاربة لعقود متتالية من القمع والتسلط الممارس عليهم من طرف السلطات الاستعمارية. من هذا المنظور جاء ظاهر الحريات العامة سنة 1958 بمثابة هدية للمجتمع المغربي أو مكافأة للمغاربة للتنفيس على أنفسهم وعلى ما تراكم من مكبوتات لديهم بفعل التسلط وبفعل القمع الذي سلط عليهم إبان الفترة الاستعمارية، حيث صنف ظاهر 1958 وقتئذ ولا زال في جانب كبير منه مصنف لحد الآن كقانون تقدمي بين مزدوجتين. لماذا؟ لأنه نص على ممارسة حرية إنشاء الجمعيات، نص كذلك على حق المغاربة في التجمع الجماهيري، حرية تأسيس الأحزاب والانتماء إليها، حق إنشاء المنظمات النقابية والنضال في إطارها من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وصيانتها واكتساب المزيد منها. وإلى جانب هذه الحقوق والحريات نص ظاهر 15 نوفمبر 1958 على حق وحرية إصدار النصوص والنشرات، ولم يقيدها بترخيص، بحيث أنه يكفي للراغب في إصدار نشرة أن يتجه إلى السلطة القضائية وإلى السلطة الوصية بالإعلام ويودع لديها الوثائق المعلومة ويذهب لكي يصدر جريدته أو نشرته إلى آخره. وهذا يختلف عما كان عليه الأمر خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الأمور مرتبطة بترخيص، بل أكثر من الترخيص كان يشترط المعمر على الناشر أن يحضر جريدته أو النشرة التي يصدرها إلى السلطة الاستعمارية للاطلاع عليها حتى يصدر حكمه هل هي قابلة للتوزيع أم أنه سيمارس عليها رقابة أو يصادرها بالكامل. من هنا يتجلى لنا مجالات الترابط والتكامل بين الحقوق والحريات الفردية والجماعية من جهة، والصحافة والإعلام عموما من جهة ثانية. فممارسة الحق في عقد التجمعات الجماهيرية والإقبال على تأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والانتماء إليها، وكذلك حرية إنشاء المجتمعات المدنية واستقطاب الأشخاص للاشتغال في إطارها، كل هذه الحقوق والحريات تبقى غير مكتملة إن لم نكن أنها تكون ناقصة ما لم تتوج بالترويج لها
والتعريف بها وإشاعتها على نطاق واسع على أوسع نطاق ممكن، وهذا لن يتأتى طبعا إلا عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام. إذن فالحريات بكل أصنافها، حرية تأسيس الأحزاب، النظام النقابي إلى آخره، كل هذه الحريات ليس لها معنى ما بقيت محصورة داخل القاعات وداخل المقرات الحزبية والمقرات النقابية والمقرات الجمعوية. فالإعلام يأتي لكي يعطيها بعد الانتشار الواسع على في وسط المجتمع، ومن هنا يأتي هذا التلازم والتكامل ما بين الحقوق والحريات ووسائل الإعلام. فالصحافة من هذا المنظور يمكن قال بأنها تتربع على عرش حقوق الإنسان، ما دامت تعطي للحريات والحقوق إمكانية الانتشار الواسع وتسمح بتحقيق العلنية التي تبقى هي جوهر ولب ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وهذا ما نص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي لسنة 2011، والذي جاء فيه أفتح المزدوج: حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وحسب منطق الفصل 28 من الدستور أيضا أفتح القوس المزدوج: للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد ما عدا ما ينص عليه القانون صراحة. هذا ما جاء في الفصل 28 من الدستور المغربي. إنما جاء في النص الدستوري المغربي، أقصد الفصل 28 من هذا الدستور، كما لا يخفى عليكم يشكل من الناحية النظرية الصرفة، وأؤكد من الناحية النظرية الصرفة، أرقى ما وصل إليه التشريع في مجال تأثير حرية التعبير والنشر لدى الأمم التي لها باع طويل في مجال ممارسة حقوق الإنسان والحريات. ومنطق الفصل 28 من الدستور المغربي سنة 2011 يتوافق أيضا ويتناغم من الناحية النظرية الصرفة كذلك مع مضامين القوانين الدولية في صيغتها التطورية، بدءا بإعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وبالضبط المادة الشهيرة فيه، وهنا السي البحيري اتفق معي، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لكل شخص الحق في استقاء المعلومات والأخبار وترويجها بدون قيد للحدود الجغرافية وبدون قيود اللون أو العرق أو إلى آخره. قلت بدءا بإعلان الإعلان العالمي، بدءا بحقوق الإنسان، إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 التي أعقبت الثورة الفرنسية، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، ثم وصولا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. وما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد أن هذه المواثيق والعهود الدولية التي قد تبدو للبعض، تابعوا معي، التي قد تبدو للبعض أنها تشكل أرقى ما وصل إليه التشريع الدولي وأحدث ما وصل إليه الاجتهاد القانوني أو الاجتهاد الفقهي على الصعيد العام في مجال الحريات العامة، فإن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأن التشريع الإسلامي كان سبقا قبل قرون عديدة إلى تأثير ممارسة الحريات الفردية والجماعية بشكل متطور، أقول بشكل متطور، بل يتطابق في العديد من الحالات مع التشريعات الوضعية المعاصرة. ولكن وللأسف يتم جهل وربما تجاهل هذه التشريعات من طرف المشرعين وفقهاء القانون الذين ينتجون التشريعات الدولية لسبب بسيط وغير مبرر على الإطلاق من الناحية العلمية، وهو كون هذه التشريعات لم تصدر في بيئة غربية، فضلا عن كون الإقرار بهذه التشريعات الإسلامية يعد في نظرهم مساس بعقدة التفوق التي تنهل
من مرجعية الغطرسة الاستعمارية التي ما زالت جاثمة على عقول فئات عريضة من المنتسبين لمجتمعات غربية. وبهذا الخصوص فالقرآن الكريم أو النص القرآني كما يفضل البعض أن يقول تحدث بالنص الصريح عن العديد من هذه الحريات، ومنها على وجه المثال لا الحصر حرية الاعتقاد الديني. فالصورة أو الآية السادسة من سورة الكافرون تقول لكم دينكم ولي دين. هذا شيء معروف. ودائما بخصوص حرية الاعتقاد الديني فقد جاء في الآية 29 من سورة الكهف وقل الأمر من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه دعوة صريحة إلى حرية الاعتقاد. أما بخصوص حرية الرأي فقد جاء في الآية 125 من سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا نص صريح أيضا في حرية الرأي. وفيما يتعلق بالحق في الاختلاف في الرأي فقد جاء في الآية 34 من سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى آخر الآية. وفيما يتعلق أيضا بالحق في الممارسة الديمقراطية أو واجب الممارسة الديمقراطية جاء في الآية 130 من سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم. إذن فالتشريع الخاص بالحريات العامة في المغرب ممثلا في ظاهر 15 أغسطس 1958 والذي سبق أن وصفناه بالليبرالي والتقدمي، فإن ذلك ليس مرده فقط لانسجامه مع التشريعات الوضعية والدولية المعاصرة، لكنه يكتسب هذه الصفة أيضا من خلال كونه ينهل من موروثنا الأصلي المتمثل في التشريع الإسلامي الذي وإن مضت عليه قرون متتالية فإنه في جانب مهم منه ما يزال يتجدد تلقائيا ويتناغم مع مستجدات العصر، وهذا مظهر آخر من مظاهر التقدمية والليبرالية المميزة للتشريع الإسلامي. غير أن هذا لا يجب أن يخفي عنا بعض الحقائق المؤسفة التي ظهرت فيما بعد نتيجة إقبال المغاربة على ممارسة حرية التعبير بنوع من الاندفاع الذي يعود ربما إلى الحاجة لتفجير المكبوتات المتراكمة في الأنفس والعقول خلال فترة القمع الاستعمارية. وتجلت هذه الحقائق المؤسفة في إصدار قوانين بعدية هي عبارة عن تراجعات مست في الجوهر البعد التقدمي لظاهر 15 فبراير 1952. أقصى هذه التراجعات وأشهرها جاءت في ظاهر 28 ماي 1960. ركزوا معي، ظاهر 28 ماي 1960 الذي منح للداخلية يعني لوزارة الداخلية سلطة حجز وتوقيف كل صحيفة يمس مضمونها بالنظام العام. وكلنا نتذكر مفهوم معنى الفضفاض الواسع للنظام العام من خلال المحاكمات المتتالية التي جاءت ما بعد فترة الاستقلال. ثم صدر بعد ذلك ظهير آخر بتاريخ 10 يناير 1973. إذا هناك ظهير ماي 60، ظهير يناير 73، ثم ظهير ثالث هو ظهير 2 يناير 1974. وكلها يعني هذه الظهائر الثلاثة صارت في اتجاه تشديد وتوسيع سلطة وزارة الداخلية على الصحف فيما يتعلق بالمس بمقدسات الدولة. ولاحظوا معي المفهوم الفضفاض لمؤسسات الدولة. هذه التعديلات الثلاثة التي مست القوانين التي تؤطر وتقنن ممارسة مهنة الصحافة تلاحقت فيما بعد حتى استقر الأمر على بلورات ما يعرف اليوم بمدونة الصحافة والنشر التي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 1916 يعني إلى عهد قريب،
والتي تتضمن 3 قوانين التي تعرفونها جميعا، وهي قانون 38/13 الخاص بالصحافة والنشر، وقانون 89/13 الخاص بالنظام المتعلق بالصحفيين المهنيين، ثم قانون 90/13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. لكن ما إن صدرت مدونة الصحافة في سنة 1916 وشرع في تنزيلها حتى برزت 2016 وتم الشروع في تنزيلها، إلا وبرزت الحاجة من جديد إلى ضرورة تعديلها وتحيينها مع المستجدات الطارئة. ومن ضمن هذه المستجدات بطبيعة الحال الأهم وهو اتساع مجال ممارسة حرية الصحافة والتعبير من خلال ما يتاح لنا من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، يعني صحافة الإنترنت. وهذا بحر طويل وطويل قد يطول فيه النقاش. قف عند هذا الحد، وأرجو أن أكون قد لامست جانبا مهما من انشغالاتكم الثقافية والفكرية والحقوقية من خلال هذه المداخلة. شكرا لكم. السلام عليكم.